كتير من الامهات اول ما طفلهم يرفض الاكل او شهيته تقل شويه تبدا تسال الدكتوره انا عايزه فاتح شهيه، اكتبي لي دواء فاتح للشهيه. اهم حاجه لازم تعرفيها ان شهيه الاطفال مختلفه عن شهيه الكبار، ان الطفل بيمر بطفرات نمو مختلفه بتفرق في شهيته او رفضه للاكل. فالطفل لما يبقى عنده طفره نمو بتبدا شهيته تكون مفتوحه لان هو بيبدا ينمو بسرعه. في وقت من سن السنه بيبدا الطفل يكون نموه ابطا فبتبقى شهيته اقل، فبتلاقيه معظم الاطفال في السن ده بداوا اكلهم يقل او بداوا يرفضوا الاكل. عشان كده لازم تعرفي ان مش كل طفل ما بياكلش او بيرفض الاكل هو طفل مريض. في حاجات لازم نطمن عليه الاول عشان نعرف اذا كان الطفل ده مريض يستحق فعلا ان هو يروح للدكتور يكشف عليه ولا الطفل ده طبيعي. اول حاجه متابعه نموه، متابعه وزنه، هل هو وزنه مناسب لسنه ولا لا. لو وزنه مناسب لسنه خلاص. لو وزنه بيقل او الطفل شاحب او عملتيله تحاليل، في تحليل مهمه جدا لازم الطفل بعد سن السنه تبقي عاملاه. اول حاجه فيتامين دي، لو انت بتديش فيتامين دي لازم تدي فيتامين دي. احنا قلنا قبل كده ان هو 400 وحده حتى سن السنه، اللي هم 4 نقط من في دروب. تاني حاجة الحديد مهم جدا. الأنيميا بتأثر على شهية الطفل، فلو الطفل عنده أنيميا هتلاقي الطفل وزنه بيقل وممكن يرفض الأكل. تالت حاجة الزنك مهم جدا لصحة الجهاز الهضمي. لو الطفل عنده نقص زنك هتلاقي ان الطفل اكله وحش وشهيته قليلة، وفي نفس الوقت هتلاقي ان عنده مشاكل في الهضم. طب احنا نعمل ايه عشان نعرف الكلام ده؟ اول حاجة لازم تعملي صورة دم كاملة لطفلك بعد سن السنة علشان تعرفي عنده انيميا ولا لا. تاني حاجة لازم تعملي له تحليل براز علشان لا قدر الله لو عنده ديدان فهي هتأثر على الشهية، زائد ان هي هتأثر على وزنه وتأثر على النمو. وقبل ما تسألي الدكتور على فواتح شهية لازم اول حاجة تمنعي العصاير، سواء كانت عصاير معلبة او سكريات عالية او الحاجات اللي فيها نسبة سكر عالية او الشيبسات والحاجات اللي احنا بنجيبها كسناكس من السوبر ماركت. الحاجات دي لازم تمنعيها نهائي. تاني حاجة لازم الاكل بتاعك يبقى فيه ال3 عناصر الاساسية اللي هي الكربوهيدرات والبروتين والخضروات كفيتامينز. الحاجات دي مهمة جدا لصحة الطفل. لو شاركت طفلك في عمل الوجبة هيبقى نفسه مفتوحة ان هو ياكل منها. قدمي وجبات صغيرة بدل من وجبة كبيرة تسد نفسه طول اليوم. حاولي تقدمي له وجبات صغيرة واشكالها حلوة والوانها جميلة. معظم الاطفال مش محتاجين فواتح شهية نهائي، محتاجين تنظيم عادات الاكل ومحتاجين تتابعي وزنهم الصحي ونموهم الصحي. عشان تعرفي ان مفيش دواء سحري هيخلي الطفل ياكل غصب عنه. لا، انت لازم نبدا نراجع عاداتنا الغذائيه، لازم نبدا نراجع الحاجات اللي احنا بنقدمها للطفل. ساعتها هتعرفي هو ليه نفسه اتسدت. ولو احنا في مرحله النمو بتاعها ابطا ما تضغطيش على الطفل ان هو ياكل، خليه ياكل بنفسه. زي ما انا قلت قبل كده ان الطفل ما بيحبش الاجبار على الاكل.